ازيكم؟ مكملين مع بعض سلسلة بوجي وطمطم، وحاجات لو فهمناها عن بعض هنقدر نتجنب الكثير من الخلافات. عايزين نعرف حاجة مهمة جدا، كل حد فينا سواء طمطم او بوجي فيهم طاقتين، طاقة انوثة وطاقة ذكورة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المقصود ايه بالكلام ده؟ طاقة الأنوثة هي طاقة الاستيعاب، طاقة الاستقبال، طاقة الهدوء، طاقة السلام، طاقة الاحتواء، طاقة التكامل، طاقة الصبر، كل دي طاقات أنثوية. طيب يعني ايه طاقة ذكورية؟ طاقة الذكورة هي طاقة الفعل، هي طاقة المنافسة، هي طاقة الأكشن، هي طاقة الحركة، هي طاقة العصبية، هي طاقة الجري أو السعي. دي طاقة الذكورة، وكل حد سواء ذكر أو أنثى في الطاقتين، بس لازم تكون بنسبة معينة. يعني لو زادت هيبقى غلط. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني طمطم المفروض تكون فيها طاقة الأنوثة 70% وطاقة الذكورة 30%، وتستخدم الطاقتين، بمعنى ان هي طول الوقت هادية، طول الوقت فيها طاقة استقبال، طول الوقت هي طاقة الصبر، طاقة التحمل، طاقة الرعاية. ولكن في بعض الأحيان بتستدعي طاقة الذكورة وهي طاقة المنافسة أو طاقة السعي أو طاقة رد الفعل أو طاقة العصبية. والعكس صحيح بالنسبة لبوجي، المفروض يكون طول الوقت عنده طاقة الذكورة وهي نسبتها 70%، وبعض الوقت يكون عنده طاقة الأنوثة وهي 30%. اللخبطة بتيجي من هنا لما نبدأ نعكس الأدوار، وتبدأ طمطم تاخد بعض الصفات أو بعض الطاقات الذكورية، ويبقى يومها كله عبارة عن 70% طاقة ذكورية. يعني 70% هي في حالة منافسة، وفي حالة شد وجذب، وفي حالة صوت عالي، وفي حالة خناق، وفي حالة أفعال، وفي حالة إن هي طاقة إرسال، عمالة تدي هنا أوامر وتدي مش عارفة إرشادات ومش مدية فرصة لطاقة الاستقبال اللي هي الطاقة الطبيعية بتاعتها ان هي تاخد المساحة الكبيرة في يومها. والعكس صحيح عند بوجي، لو بقى طول الوقت في حالة من طاقة الأنوثة اللي هي تكون طاقة استقبال طول الوقت، لا عمال في حالة استقبال أوامر من حد، في حالة هدوء، وفي حالة سلام، ان هو ما عندوش أي نشاط بيعمله، كل ده بيعلي عنده طاقة الأنوثة. وبالتالي هنا بيحصل الخلاف، ان احنا كده عكسنا الادوار، وبقى كل واحد بيخالف طبيعته في ان هو عنده الطاقة بتاعته مش قادر يحطها بنسبتها الصحيحة. نراجع، كل حد فينا يراجع الطاقة بتاعته، بمعنى طمطم تتمسك بطاقة الاستقبال بتاعتها، بمعنى ان هي بترعى البيت، بترعى الاولاد، ولكن الحاجات اللي فيها فعل والحاجات اللي محتاجة منها موقف هي تاخده، تسيبه لبوجي هو يعمل الموقف ده. القوامة، ربنا لما قال ذكر الرجل ذكره بفكرة القوامة، ان هو يقدر ان هو يعمل الحاجات دي. مش معنى كده ان هي ما بتعملش الكلام ده او مش ده دورها، بس مش ده دورها الاساسي. تقدر تعمل الكلام ده بنسبة 30%، بس لما تلاقي نفسها هي شايلة مسؤولية البيت وشايلة مسؤولية الأولاد بنسبة أكتر من 30%، تبدأ تعمل وقفة، ويبدأ كل واحد ياخد دوره الطبيعي. لأن الرجل لو ما حسش بطاقة الفعل وهو اللي عنده القوامة وهو اللي بيقوم بشؤون البيت، هيبدأ في الحالة دي إن هو يتراجع، وتبدأ هي تاخد دوره، وتبدأ هي طاقتها الذكورية تعلى جدا، ونبدأ نشوف حالات كتيرة من حالات الخلافات والصمت الزواجي والبعد والهجر حتى لو في نفس البيت، لأن كل واحد أخذ دور التاني، فكل واحد فيهم ما عادش لاقي نفسه. لا طمطم لقت نفسها إن هي فعلا في طاقة الأنوثة، طاقة الهدوء وطاقة السلام وطاقة الرعاية، مش لاقية دون، وبالتالي أخذت الدور بتاع بوجي، ولا هو قادر يمارس الطاقة الذكورية بتاعته من طاقة الفعل، من طاقة القوامة، من طاقة المنافسة، مش عارف يعمل الكلام ده. وبالتالي عكس الادوار ده هو اللي بيسبب مشاكل كتيرة جدا. كل حد فينا يرجع تاني لدوره الطبيعي اللي ربنا خلقنا علشانه. احنا خالقين عشان نتكامل مع بعض، مش عشان حد فينا يشيل المهمة كلها والتاني يقف يتفرج او يبقى ليه دور في مكان اخر. نراجع كل واحد طاقته ايه ويلتزم بيها. الاتنين بيستخدموا الطاقات ولكن بنسب اللي ربنا خلقنا بيها. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حزة، اتمنى ان اشوفكم على خير.